من نادي الزمالك يستحق الفوز وثلاث نقاط في هذه المباراة. الفوز بهدفين مقابل هدف واحد. طلائع الجيش لم يعمل شيء في الشوط الثاني وسوى الهدف الجمعة بنشوف دقيقة 92. يعني طبعا مبروك لنادي الزمالك. انا شايف ان نادي الزمالك يستحق الفوز. طلائع الجيش تقريبا ما فاقش وما حسش ان في بقى يعني بنديه غير بعد الهدف في اخر دقيقتين في الوقت الضايع. يعني ابتدى يبقى في فريق بينافس فريق الزمالك في الملعب، انما غير كده الطلائع يعني جايين مش مستوعبين هم عايزين يعني ايه، يعني بالصدفه النتيجه ايجابيه بالصدفه، انما مش محضرين هم عايزين ايه. مش محضرين هم الهدف يجيبوا جول يكسبوا يتعادلوا، مش موجود عندهم الحلول، مش موجوده. وبعدين زادت يعني العمليه زادت صعوبه لما كابتن عماد سليمان الكابتن عماد سليمان طلع ايمن حفني. هو الوحيد اللي عندك اللي بيمسك الكوره، هو الوحيد اللي بيشكل خطوره، فطلعه في توقيت غريب جدا، وطلعه في يعني بطريقه ما اعرفش هو الحل او الاستفسار عليه عشان مصاب، كان عشان رجع من الاصابه، فكان لا ده طالع سليم جدا وعامل كوره ومرقص قبلها، وكان ممكن ياخد بنالتي من ابراهيم صلاح. انما ده الوحيد اللي هو عنده حلول بيطلعه، فده طبعا دي ما اعرفش محتاجه برضه سؤال من كابتن عماد. انما نادي الزمالك في حماس، اللعيبه فيه بيجروا كتير، عايزين يحققوا الفوز، عايزين يعني حتى لو هم كسبانين واحد او الهدف الثاني موجود بيجروا عايزين يوصلوا للجون. التغييرات برضو زي ما قلنا عليها يعني تقريبا منطقيه، يعني نازل عمر جابر ما بيلعبش بقاله ماتشين، المفروض ان ينزل. نفس الشيء محمد ابراهيم عشان الثقه ما تروحش منه. صحيح. كنت برضو وسيسي لازم برضو كان يلعب. انما انا شايف مجمل المباراه طلائع الجيش ما كانش ليه هدف في المباراه خالص، ما وصلش للجون خالص. بيعترضوا طبعا على الهدف الثاني. الهدف الثاني فيه انا نفسي ما اقدرش احكم عليه بصراحه خالص. في كاميرا ممكن فيها شك لصالح الزمالك، وفي كاميرا لصالح الطلائع. بس عامه هي في غلطه كبيره من عماد، ما ينفعش، ما فيش جون بيصد الكره كده، لازم لمسه واحده من فوق العارضه او يعملها بالبوكس بره. فطلائع الجيش ما عندهاش الهدف انها تعمل نتيجه ايجابيه. الزمالك عنده الدفعه المعنويه اللي هي بعد المكاسب الماتشات كلها اللي لعبها في الدوري دي مخليها نازل عايز يكسب. دي زي ما قلنا قبل كده، مكسب بيجيب مكسب، وده الحاجه اللي التغييرات برضو اللي حصلت لنادي الزمالك. يعني انا شايف ان تغييرات منطقيه. احمد حسن حاول يعني بيحاول، فتغييره كان منطقي برضو. صحيح. نعم. حازم كمان كابتن حازم امام طبعا التغييرات حتى بالنسبه لطلائع الجيش كانت يعني سامح حسن ده مركز مكان اسلام كمال، تغيير مصطفى شمام كان في الدقيقه 75، وتغيير ويلي جنبور مكان ايمن حفني ايضا كان في الدقيقه 75 بعد ما كان الزمالك متقدم بهدفين مقابل لا شيء. تغييرات الزمالك كلها منطقيه كما ذكرنا. طبعا التغيير الاول كان عمر جابر، محمد ابراهيم مكان حازم امام، ثم بعد ذلك عمر جابر مكان احمد عيد، وبعد كده عبد الله السيسي مكان احمد حسن. يعني انا يمكن ذكرت لك بين الشوطين الكلام ده، قلت لك نور لو ماتش كويس مش هيلاعبه متهيألي، لان هيبقى عايز يريحه فعلا. يعني ما توقعناه حدث انا مش عايز اقطع كلامك كابتن،